اللي انا هقوله في الفيديو ده حسك عينك تعمليه مع الراجل اللي انت مرتبطه بيه ولا بتحبيه. الحوار ده لو حصل فانت في مصيبه، وهيبقى اخرها يا تتقتلي يا فضيحه. فنركز مع بعض، الفيديو ده مهم جدا. بعيد عن المحتوى، الفيديو ده توعيه للناس اللي طالعه وللامهات ولاي حد ممكن يكون هيشوف الفيديو ده. I don't have time. برتبط بواحد بحبه، ماشيه مع واحد، مقبله على علاقه في واحد. انا مش ضد، حب براحتك يا ماما، كله بيحب، انا مش ضد الارتباط ولا الحب، بس ضد اني انا بعد ما ارتبطت بالشخص ده وحبيته بدات ابعت صور وفيديوهات وحاجات هتخليني قدام ادفع الضريبه مش بتاعتي، حتى لو انا نيتي سليمه او شايفاه راجل. حبيبه قلبي، قاعده ثابته في المحتوى بتاعي، الرجال لا تؤتمن. اللي ما بيننا وما بين الرجاله ورقه ممكن تتقطع في ثانيه، ينساك يا حبيبتي. هو اساسا بيتجوز الواحده وبيجيب منها عيال، واول ما بتتعب بيرميها ويجيب واحده اصغر منها ويتجوزها. انت مين يا ماما؟ شاكيره اتخانت يا حبيبتي، موناليزا اتخانت يا نور عيني. فاوعي يعني ما تفتحيش صدرك قوي وتاخدي الموضوع على محمل الجديه. فلازم تبقي فاهمه ان هم واطيين. طب سيبك من القصه دي كلها، ما بعتش صور تدني. طب هيحصل ايه يا امان لو انا عملت كده؟ رقم واحد، لو هو مش راجل وواطي، وده المتوقع بنسبه 80%، بعد ما تبعتي الصور هيبدا يطلب منك فلوس. ده لو هو جشع ومادي. طب لو هو ملهوش في الفلوس، مش هينفع ان انت تبعتي له صوره ولا فيديو ليكي. لو هو واطي وبتاع فلوس هيبدا يطلب منك فلوس لحد ما يفلسك، وهتدفعي. ما تقوليش مش هدفع، هتدفعي يا ماما. 100 في 1000 في 500 هتدفعي عشان هتتفتحي. طب لو هو ملهوش في الفلوس هيبدا يطلبك انت، وده الاقذر، وده النوع الاقذر على الاطلاق. لا انا اللي معايا راجل، ما تفتحيش صدرك قوي وتقولي اللي معاكي راجل، لان البني ادم بحكمه يا حبيبتي ضعيف، وهم واطيين اساسا. فاحنا ليه نحط الموضوع ده؟ بعد الجواز يبقى ابعتي الصور اللي انت عايزاها، بعد كتب كتابك يبقى اعملي اللي انت عايزاه. انا مش هقول لك حاجه، ده بالعكس، ده انا هطلع لك في فيديو كتب كتاب واقول لك بعد كتب الكتاب اعملي اللي انت عايزاه. بس دلوقتي لا. دلوقتي ليه؟ رقم 2، لو ما طلبكيش انت هيبدا يهززك. في واحد بقى مريض نفسي، كيفه ان اهلك يربطوكي او يموتوكي. هيقولك انا هبعتها، وبالفعل هيبدا يبعت لاخوكي ولابوكي، ولو اقذر بقى هيحطها لك على النت في جروب العيله او جروب البلد اللي انت موجوده فيها. وفي الحاله دي يا هتتقتلي يا هنلجأ للاسم، والاسم هيبقى اشهار، وبرده في الاخر بعد ما القضيه تاخد مجراها هتتقتلي. في جميع الحالات هتتقتلي. فاحنا في مصر وفي مجتمع شرقي، وحتى لو خارج مصر، ده لو في السعوديه هيبقى اوسخ الوضع. فخدي بالك من نفسك. ادخل علاقه واحب عادي، ارتبط عادي، بس ما اتكلمش مكالمات تتسجل لي والناس فاهمه كويس، ولا ابعت صور وفيديوهات توديني ورا الشمس. احنا ما نضمنش الدنيا، انت ما تضمنيش ابوكي. وشكرا جدا. الناس تشير الفيديو ده وتعمل فولو. الفيديو ده مهم.